كان هذا الرجل يأكل مكعبات الثلج من الثلاجة ودموعه تنهمر. أزال العفن عن بعض البسكويت القديم، وضع قليلا من الكافيار فوقه وأكله، فهذا كل ما تبقى له من طعام. لقد ظل عالقا في هذا القصر الفخم لمدة 3 أيام. كان قد تسلل لسرقة لوحة مشهورة، لكنه أخطأ في إدخال كلمة المرور أثناء خروجه، فتفاعل نظام الأمان وأغلقت كل الأبواب، وانقطع الاتصال بشريكه. شعر بالذعر وذهب نحو الباب الرئيسي المصنوع من خشب ثمين، وبدأ بضربه بسكين. نجح في إحداث ثقب صغير، لكنه اكتشف وجود صفيحة فولاذية خلف الخشب. اتجه بعدها إلى المطبخ بحثا عن الماء، لكنه وجد أن صمام المياه الرئيسي مغلق ولا وجود للغاز، والثلاجة شبه فارغة. في اليوم التالي اكتشف أن الفاكهة الموضوعة على الطاولة كانت مجرد منحوتات حجرية. رمى إحداها على نافذة زجاجية والزجاج لم يتأثر. فجأة بدأ المكيف ينفث هواء ساخنا، فذهب إلى المسبح ليبرد نفسه، لكنه فوجئ أن مياهه مالحة، وكذلك الحوض المائي كان مملوءا بمياه البحر. لجأ إلى تمزيق صفحات من كتاب، وأشعل فيها النار بعدسة مكبرة، ووجه الدخان نحو كاشف الحريق. كما توقع انطلقت رشاشات الماء من السقف، فحصل على مياه للشرب، لكن الأجهزة الإلكترونية تعطلت بالكامل. رغم كل ما حدث لم يفقد الأمل. جر كومة من الأثاث وبنى منها سلما مؤقتا، كسر مزهرية فاخرة واستعمل قطعها لحماية عينيه، ثم بدأ بتسلق الجدار محاولا الوصول إلى الحافة العلوية، لكنه وجدها مثبتة بمسامير إسمنتية. صنع أدوات بدائية من الخشب وبدأ يفكك المسامير واحدة تلو الأخرى، وعندما أنهى آخر مسمار كتب رسالة على الجدار، ثم صعد السلم أخيرا وتمكن من الخروج من ذلك القصر المحصن. صلي على الحبيب، وضع لايك واشتراك.